المغرب، العلاقة إلى أين وصلت؟ وهل هناك وساطات في هذا الموضوع؟ بصفة مختصرة جدا، أولا نأسف على الشيء اللي وصلنا له جارين. ثانيا الإنسان يستخلص العبرة في 60 سنة استقلال، الحدود مغلوقة منذ 43 سنة، فيه أكثر من دلالة وأكثر من جواب على السؤال تاعك. كل حال وصلنا تقريبا نقطة لا رجوع، وإحنا الموقف تاعنا رانا في ردة فعل، لن نكون يوما ما البديئين بأي شيء. نتمنى إن شاء الله الخير للمنطقة. ما هي شروط الجزائر لإعادة ترتيب العلاقة مع المغرب؟ لو كانت فيه شروط، لو كان فيه قضية شروط أو قضية لا تقبلنا بصدر رحب، يعني أن يتدخل بعض الأشقاء اللي طرحوا طلبوا باش نقبل الوساطة نتاعهم إلى آخره، ولكن أمور يعني هناك من بادر إلى طرح الوساطة إلى القيام بوساطة، ولكن رفضتم ذلك. لأن ما فيش مادة للوساطة. يعني صراحة نعاود نكررها، احنا غلقنا الحدود حتى لا نصل إلى ما لا يحمد عقباه. نعم، لكن إغلاق الحدود كان في ال95. لا الآن قطعنا العلاقات وغلقنا الجو وغلقنا كل شيء. مثل ما يقولوا الأشقاء المصريين، الباب اللي يجيب الريح سد واستريح. وأنتم مرتاحون لذلك؟ مرتاحين الحمد لله. طيب،